يا أهلا وسهلا، كيفكم؟ إيش أخباركم؟ اليوم إن شاء الله بإذن الله راح أسوي معاكم شاورما بطريقة مرة سهلة وبسيطة، وراح تعجبكم الطريقة لأنه بجد جد جد طعم روعة من الآخر. لا تنسوا زر الاشتراك في القناة واللايك والشير. يلا خلينا نبدأ. طبعا عندي هنا صدور الدجاج. طبعا تقريبا حتكون كل مجموع صدور الدجاج كيلو. طبعا عندي هنا الصدر راح أقطعها على شرايح رفيعة جدا جدا، تمام. من أهم شي تكون السكينة حادة معانا، تمام. هذا أول شي. ثاني شي إنه نقطعها رفيع عشان تكون معانا شاورما. شايفين كيف الطريقة؟ أحاول أقطعها رفيع ما في. طبعا عندي هنا بعد ما قطعت الدجاج على شرايح رفيعة راح أضيفها على الصينية أو على الصحن عادي اللي يريحكم، لكن يفضل تكون صينية زي مثل صينية الفرن زي كذا صواني، تمام. عندي هنا زيت زيتون، وراح أضيف معاها 7 فصوص ثوم مهروس، وعندي هنا البهارات. طبعا عبارة عن هيل، قرفة، كمون، ملح، فلفل أسود، زنجبيل، كركم فقط. وعندي هنا معجون طماطم تقريبا ملعقتين، وراح أضيف معاها ملعقة كبيرة من الخل، وراح أضيف معاها عصير الليمون، يعني حبتين ليمون صغار، وإذا عندكم كبير نص حبة. وراح أضيف يعني بعد ما أعصر الليمون راح أضيف الليمونة مع الدجاج. لأنه يا جماعة لأنه الليمون والخل تساعد على طراوة الدجاج، هذه نقطة ترى جدا مهمة. وراح أضيف عليها علبتين لبن زبادي. طبعا دحين راح أبدأ أخلطها مرة كويس مثل ما موضح الطريقة في الفيديو، أخلطها جدا كويس. طبعا كل المقادير راح تكون مكتوبة في صندوق الوصف. طبعا شايفين كيف يا جماعة خليتها تنخلط مرة كويس. ترى هذه نقطة جدا مهمة انكم تخلطوا التتبيلة مع الدجاج مرة كويس. طبعا دحين في هذه الناحية
يفضل انكم تتركوها ليلة كاملة، واذا مستعجلين اتركوها ساعتين. راح اغلفها بلاينون واتركها تتبل. طبعا دحين راح اسوي معاكم اللي هي الصلصة الثومية بطريقة مرة سهلة وبسيطة. راح اضيف النشا وراح اضيف معاها موية واخلطها على البارد، يعني لسه انا ما شغلت النار، وراح اخلطها على البارد. مخلطة البارد راح ابدأ اشغل النار واتركها لما تجمد، لما تصير معانا بهذه الطريقة. شايفين كيف صارت معانا؟ راح اتركها تبرد تماما وارجع لكم. طبعا هنا بعد ما بردت النشا راح اضيف معاها فصوص ثوم، تقريبا انا اضيف 7 فصوص ثوم، وراح اضيف معاها الزيت النباتي. طبعا مثل ما قلت لكم المقادير راح تلاقوها كلها في صندوق الوصف. وراح اضيف معاها خل، واضيف معاها مايونيز، واضيف معاها موية. طبعا هذه يا جماعة الصلصة الثومية طريقتها جدا سهلة، تضبط معاكم من اول مرة. طبعا يا جماعة شايفين كيف صارت معانا الصلصة الثومية كريمية، حتنجح معاكم من اول مرة. طبعا عندي هنا مقلاية على النار، راح ابدأ اطبخ الدجاج او الشاورما. بعد هنا استوت، شايفين كيف صارت معانا. عندي هنا خبز التورتيلا او اي خبز يمديكم تستخدموه. راح اضيف معها اول شي صلصة ثومية، وبعدها اضيف قطع الدجاج، وبعدها اضيف الطماطم، واضيف اوراق النعناع، واضيف معاها مخلل الخيار، وابدأ الفها. شايفين كيف صارت معانا. طبعا دحين عندي هنا كمان برضو مقلاية على النار، راح ابدأ احمص الخبز او السندويشتات. بس اول ما تبدأ تتحمص خلاص ارفعها من على النار وابدأ اقطعها واقدمها او اقدمها سندويشتات. يا جماعة لا احكي لكم الطعم، الطعم من جد من جد من جد روعة، لذيذ، مع دبس الرمان مع كريمة الثومية، شي روعة، راح يعجبكم الطعم. شايفين كيف؟ صراحة الطعم روعة. بالعافية عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك.